مبسوطة ومتحمسة جدا، وإن شاء الله يكسب جوائز كتيرة أكتر من اللي خدها ويلف الصعيد كله. تجربتي انا بحبها قوي، وبحب حياتي اللي انا صورتها في الفيلم لانها حقيقيه، وهي يعني طول الوقت ممكن نكون حاسين بروتين يومي، فهي بتحصل لحد دلوقتي. بس مع ايه، مع ان هو عقلي بيكبر، طموحاتي بتكبر، مشاكلي بتقل الحمد لله. انا بتعلم يعني احل مشاكلي، فمشاكلي بتقل. والتجربه هي انا بحبها زي ما قلت لك، وبتمنى ان اي حد بيحلم ان هو يجرب حاجه زينا يعني في الفن. احنا صعايده وكلنا فتيات، فكلنا بلا استثناء فينا ايه اللي احنا عندنا عند شويه، اللي هو لا انا زهقت، انا مش عايزه اصور دلوقتي، انا ما اعرفش ايه. طب اصلا هي الكاميرا شغاله، بس في الاول كنا بنزهق ونمل عشان طول الوقت ممكن نبص للكاميرا، بس بعدين دول 4 سنين تصوير، بعدين بقى نسينا الكاميرا، وصلنا للمرحله اللي احنا لما بيتاخروا علينا احنا عايزين نصور، فين الكاميرا. هو انا لما بشوف الفيلم يعني بتفرج عليه، بتذكر كل حاجة لأن هو الواقع بتاعنا، فده حياتي اللي أنا بتفرج عليها وأنا صغيرة وكده، فببقى مبسوطة وفرحانة. حياتي يعني اختلفت أكيد. الفيلم خلانا بدأنا نلف الدنيا كلها عشان نسمع الفيلم، فمبسوطة. السينما بشكل عام بتحكي حواديت، والحواديت هي اللي بتوصل لقلب الناس، وده اللي بيخلينا نتغير، نتعاطف، نفكر. فبيتهيألي في فيلمنا ده احنا بنتابع مجموعة من البنات من صعيد مصر اللي بيدافعوا عن حقوق الستات من خلال المسرح، وعندهم أحلام ان هم يبقوا مغنيات ورقصات وممثلات. ودي حاجة حق لأي حد، مش معنى ان هو بعيد شوية ان هو ما يقدرش يبقى فنان محبوب. فبالتالي دي حاجة اللي كنا بنحاول نحكيها في الفيلم ده. الفيلم على ما اعتقد اصعب مرحلة فيه هي مرحلة المونتاج. في الاخر على مدار 4 سنين كنا مصورين 400 ساعة. من 400 ساعة دي احنا كان في مشاهد كتيرة جدا حابينها ومش قادرين نستغنى عنها. فان احنا نوصل لفيلم مدته 100 دقيقة الناس ممكن تشوفه وتحبه، وده ما كانش اسهل حاجة. الفيلم ده من اخراجي انا وايمن الامير، وده تاني فيلم احنا بنخرجه سوا، واحنا اساسا متجوزين فالشراكة ممتدة. صعب جدا بس ممتع جدا. بيتهيألي احنا الاتنين بنحب السينما وهي شغفنا الاساسي، وهي طريقة للتواصل ما بيننا. يعني احنا في الاخر بنستمتع بالشغل سوا، وبنتكلم لغاية ما بنتفق على الرؤية العامة وعلى الطريقة وهنعمل وايه اللي احنا عايزينه من الفيلم، هنتصرف ازاي، هنعمل ايه بالكاميرا، وكل هذه التفاصيل. بس في الاخر بنثق في بعض. صورنا شخصيات كتيرة، قعدنا معاهم وقت طويل، حابينهم كلهم، عندنا لحظات كتير عايزين نحطها في الفيلم. انا لو عليا كنت اعمل مسلسل 30 حلقة. بس في الاخر لازم نختار، والفيلم طلع زي ما هتشوفوه كمان شوية، وحابين بقى ان الجمهور يبتدي يحب البنات زي ما احنا حابينهم، ويشوف رحلتهم ويشوف نفسه على الشاشة. الاول ما كانش ليه علاقة بالقضايا على قد ما كل المواهب والطاقات الفنية اللي احنا شفناها، والطموح والحلم اللي ملهوش اي حدود، وكأن ما فيش اي عقبات، كأن ما فيش اي حاجة. وساعتنا حسينا ان هم ما فيش ناس في البنات في القاهره واسكندريه يعرفوا يعملوا الكلام ده، فانتوا بتعملوا ده كمان في قريه في الصعيد. كان عندنا صور نمطيه كتير عن الصعيد، الفيلم ده كسرها لنا، واتمنى انه يكسرها عند كل الجمهور. انا مش هعمل اللي يريحكم، انا هعمل اللي يريحنا. امال عايزه تب فين؟ لو ما وصلتش للي انا عايزاه وما عملتش البومات وما اتشهرتش كده، حسيت لا انا هموت احسن. ايوه تبعد الست دي. لا وانا هكمل متفقين كده. انا اساسا عايزه اروح القاهره. تروح تعمل ايه في القاهره؟ ما تعرفيش تمشي في الشارع اساسا.